الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده أكلة سمك هتصالحك على الحياة. على قد ما هي فخمة وشيك جدا كأنك شارية الأكل من بره، على قد ما هي بسيطة وسهلة ومش متعبة خالص في عمايلها. أقولك كمان على تتبيلة سمك هتخلي طعمه يبان كأنه جاي من أغلى مطعم سمك مش معمول في البيت. هنعمل السمك المقلي المقرمش من بره ومن جوه مستوي وطري، مش ناشف ومش معجن. هنعمل كمان الرز بالجزر المبهر، وهنعمل أكياس السي فود اللي بتتقدم في أكبر مطاعم السمك. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. هنبدأ بقى بتتبيلة السمك، وركزي معايا جدا في التتبيلة دي، هي اللي هتفرق في طعم السمك بتاعك وهيبقى كأنه جاي من بره. أنا معايا هنا سمك فيليه، ده فيليه بولتي، ومعايا نوعين من السمك المرجان. السمكة المبططة دي سمك مرجان، والسمكة دي برضو مرجان، شكلين مختلفين بس هما نوع واحد. معايا هنا البهارات اللي هنتبل بيها: ملح وبابريكا وكمون وشوية قرفة وشوية كزبرة وشوية كركم بس عشان اللون. معايا هنا الخضار بقى اللي هنعمل بيه التتبيلة: فلفل أحمر وده عشان اللون، 3-4 ليمونات كده، وراسين توم كبار، ومعايا عود نعناع ما تستغنيش عنه في تتبيلة السمك، والكرفس. أهم حاجة في تتبيلة السمك اللي هتخليه كأنه جاي من بره هو عود الكرفس ده. أنا واخدة نص ربطة كرفس عشان هعمل كمية كبيرة. معايا قرن فلفل حامي، بصلتين صغيرين كده خضر، وبرضو بيدي طعم حلو جدا لتتبيلة السمك. التتبيلة دي جربيها، عمرك ما هتستغني عنها، هتحسي بفرق طعم السمك عن اللي كنتي بتعمليه قبل كده. في الكبة بقى هحط كل الحاجات الخضراء: الثوم والنعناع والكرفس والفلفل والبصل الأخضر، وهحط كمان الليمون. انا معايا هنا 4 ليمونات كبار، انا مقطعاهم وحطاهم سلام بقشرهم ببذرهم بعصيرهم بكل حاجه، ما تعصريهوش. وبعدين هننزل بالتوابل الناشفه زي ما قلت لك: ملح وبابريكا وكمون وكزبره وشويه من الكركم وشويه قرفه. هحط كمان نص كوبايه خل، والخل ده اللي هيخلي السمك معاكي مقرمش زي الكنتاكي. اضربي بقى التتبيله في الكبه كويس جدا، نعميها قوي، ومعاكي تتبيله جاهزه لاي نوع سمك هتعمليه: بولتي، مرجان، اي حاجة بتخلي طعم السمك روعة كأنه جاهز. هفضي بقى التتبيلة في بولة ونبدأ نتبل السمك بتاعنا. السمك المرجاني المبطط ده اشقه كده من الجنب عشان التتبيلة توصل للحم من جوه، ودخلي التتبيلة في الشقوق كده عشان ما يبقاش طعمه من جوه دلع وماسخ. الفيليه انا بقلبه كده في التتبيلة، والمرجان برضو ممكن تسيبيه سليم لانه هو رفيع وممكن تشقيه. انا بعد ما كنت هسيبها سليمة قلت اما اشقها 2 عشان تقمت حدقة من جوه كده ما تبقاش طعمها دلع. وبغلف السمكة كلها بالتتبيلة وبركنها في التتبيلة 2-3 ساعات قبل ما تسويها. ادي السمك بتاعي تبلته كله، هركنه بقى لحد ما يتحدق وياخد من طعم وريحة التتبيلة والتوابل والخضار اللي حطيناه. تاني حاجة هنعملها الاخطبوط. انا جبت الاخطبوط ده وكان نفسي اجربه واشوف طعمه ايه. اول حاجه هنعملها فيه واحنا بننضفه ان انت تقصي راسه. في ناس بتنضف راسه وتاكلها، بس انا رميتها، ما حبيتش ان انا اعملها. بعد ما بتقصي راسه بتدوسي مكانها كده بتطلع حاجه زي العظمه كده لونها احمر، دي لازم برضو تشيليها. شايفه الحبر اللي بيطلع؟ راسه دي كلها مليانه بالحبر، لقيته كله بيطلع على ايدي كده، فانا بقصها وبرميها. في ناس بتعملها، في ناس بتفتحها وتنضفها وتعملها، انا قصيتها وما استخدمتهاش. بتقلبيه كده مكان الراس من تحت، اقلبيه كده ودوسي بصباعك على الحته دي، دوسي جامد عشان تطلعي العظمه الحمراء اللي انا قلتلك عليها دي. بتدوسي كده هي بتطلع معاكي. بس كده. الاخطبوط لازم تديله سلقه قبل ما تسويه، سواء كنت هتعمليه في طاجن سواء كنت هتحمريه، لازم يتسلق على النار الاول. فانا هاخده كده هحطه على النار اسلقه. السلق مهم جدا للاخطبوط، هو اللي بيخلي لحمته تجمع على بعضها. بصي بيتحول ازاي، بيجمع على بعضه، بيبقى شبه النجمه كده، وكمان لونه بيبدأ يحمر. بعد ما كان لونه رمادي معايا وهو لسه ني، بصي بقى لونه احمر ازاي، وجمع طبعا على بعضه، وتحسي ان هو تخن كده شويه. ما بيقعدش ساعه على النار عشان انا اللي جايباهم دول صغيرين، لو كبير ممكن يقعد له ساعه، ساعه ونص على ما يستوي. انا شلت رجليه من تحت كده، كانت رفيعه وشكلها مش حلو فقصيتها.
وبحطه بقى في طبق وهبدأ أتبله زي بقية السمك. خدت عليه معلقتين كده من التتبيلة اللي احنا عملناها سوا وتبليه. بعد الخطوة دي ممكن تحطيه في طاجن، ممكن تحطيه في دقيق وتقليه، بس أنا حبيت أعمله في أكياس زي أكياس السي فود اللي بتتقدم في المطاعم. في مطاعم يا جماعة مخصوص بتقدم السي فود في أكياس كده، فأنا حبيت أجرب طريقة التسوية دي. حطيت معاه كمان شوية من الجمبري وشوية من الكابوريا. ممكن تحطي بقى بلح بحر، أي سي فود عندك بتحطيه في الكيس زي ما انت شايفة كده، وبنربط الكيس وبندخله في الفرن. ممكن تحطي معاه زبدة، ممكن تحطي زيت. أنا حطيت قطعة من الذرة الحلوة، برضو الأكياس دي اللي هي بتبقى جاهزة في المطعم بيبقى فيها ذرة حلوة. اعمل كيس تاني، ممكن تعملي الأكياس دي مثلا لكل فرد كيس كده، بتحطي فيه واحدة أخطبوط، واحدة كابوريا، وكام واحدة جمبري، ويبقى الكيس للفرد أو الكيس ل2 مثلا زي ما أنا عملت كده. أنا عاملة الكيس ل2. حطي كل السي فود اللي عندك، السمك والجمبري والكابوريا والأخطبوط، وبعدين بنربط الكيس وحطيته في بايركس وهدخله الفرن. وخلاص كده بقى جاهز معانا. كل الحاجات دي متتبلة بنفس التتبيلة اللي احنا عملناها، الكابوريا والجمبري كله متتبل بنفس التتبيلة. هنبدأ بقى نقلي السمك بقليه ازاي عشان يطلع زي الجاهز بالظبط. انا باخد شوية مية كده وبحط فيهم معلقتين من التتبيلة والدقيق العادي جدا زي ما بنقلي اي سمك. بحط السمك في الدقيق وانا فاضه كويس جدا، انزل الدقيق الزيادة اللي فيه. بعمل بقى نفس الطريقة في السمك كله وفي الفيليه كمان. قلبيه في الدقيق وبعدين حطيه في المية وبعدين رجعيه على الدقيق تاني. بيبقى عامل زي الكنتاكي، بياخد طبقة مقرمشة وجميلة جدا من بره، ومن جوه بيبقى مستوي حلو قوي ومش معجن ومش ناشف. هعمل بقى كل السمك اللي معايا بالدقيق كده، دقيق واحطه في المية وبعدين ارجعه في الدقيق تاني. هنا بقى هنعمل الرز بالجزر. هاتي حلة على النار وحطي فيها شوية زيت، نص كوباية زيت كده، وهننزل بالبصلة. قلب البصل لحد ما ياخد معاكي لون اصفر ذهبي كده، ما تغمقيهوش، انا عايزاه لونه ذهبي كده. وبعدين هننزل عليه بجزرتين كبار مبشورين، وقلبي بقى الجزر مع البصل لحد البصلة ما تاخد لون أغمق شوية وكمان الجزرة تتحمص معاها. هحط عليها عود قرفة سيجار، بيدي الرز ريحة حلوة جدا. شوية فلفل أبيض والملح بقى بتاع الرز على حسب ما انت بتحبي، وشوية كمون وورقة لوري. بس كده، دي البهارات اللي هحطها في الرز ده بيبقى حلو جدا يا بنات، جربيه مع السمك ولا مع الفراخ ولا مع أي أكل، حلو جدا. بعد ما حمصنا البصل والجزر وحطينا التوابل، هننزل عليه بمية سخنة بتغلي اللي هي قد عقد الرز بالظبط. وبعد كده اديها غلوة وحطي الرز وقلبيه وغطي عليه لحد ما يستوي. هنبدأ بقى هنا نقلي السمك. حطيت طاسة على النار وفيها الزيت، ما تخليش الزيت كتير في الطاسة، يدوب بس يغطي نص السمكة، ما تخليش السمكة كلها نازلة في الزيت. وأول الزيت ما يسخن هننزل بالسمك وما تقلبيهوش خالص، سيبيه خالص على النار لحد ما يلون من تحت وبعدين اقلبيه عشان ما يتكسرش منك ويتفتفت في الطاسة. أول ما بتاخد لون اهي، أول واحدة حطيتها رحت قلباها على طول. قلبيه وسيبيه برضو على الوش التاني ياخد اللون الذهبي الحلو ده، وبنخرجه عادي جدا. كتر التقليب في السمك في الطاسة مش حلو، بيخلي السمكة متكسرة. طالعة ماسكة نفسها اهي ومقرمشة جدا من بره، تحفة. الخل في التتبيلة هو اللي بيخلي السمكة تطلع مقرمشة وناشفة. كمان الحركة اللي عملناها لما حطينا السمك في الدقيق وبعدين في المية بتخلي طبقة الدقيق ماسكة عليه، مش نازلة في الطاسة زي ما انت شايفة كده ومحروقة في الزيت. هكمل بقى قلية بقية السمك. نحط كمان الفيليه يتقلي، معمول بنفس الطريقة، بحطه في الدقيق وبعدين في المية اللي فيها التوابل وبعدين ارجعه في الدقيق تاني. وادي اكياس السي فود بتاعتنا طلعت من الفرن. هوريكي دلوقتي الجمال كله، شايفة؟ بنفضيها كده. هي في المطعم طبعا بتتقدم بالكيس كده، انت المفروض بتاكلي من الكيس او بتفضي الكيس قدام. ده الاخطبوط استوى جدا ومتبل، واخد ريحة السمك والجمبري والكابوريا، وهو اصلا طعمه كان تحفة. شايفة لونه كأنه مشوي متحمر، الكيس الحراري محمره. وادي الرز بتاعي استوى، الرز بالجزر ده جميل جدا، وده لونه واخده من الجزر، انا ما حطيتلوش اي الوان ولا كركم ولا كاري.
شايفة الأخطبوط لحمته يا بنات طعمها حلو جدا. كنت فاكرة ان هو زي الصبيط والكاليماري والحاجات دي، لكن هو ليه طعم تاني خالص. والسمك الفيليه، الأكل كله كان تحفة، ما خدش أي وقت، مش متعب خالص، كل حاجة بتتجهز في ثواني، والنتيجة في الآخر بتبقى حاجة في منتهى الشياكة. لو عزومة عندك اعتمدي السمك، ما بيغزلش حد بصراحة، بيطلع حلو جدا وناجح جدا. شايفين الشياكة والجمال كأنك شارياه من بره. ده يا حبايبي كان الفيديو بتاعي النهاردة. أتمنى طريقتي في السمك والتتبيلة اللي عملتها تعجبك، جربيها واكتبي لي رأيك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.